عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا ألف مرحبا بكم معايا في فيديو جديد إن شاء الله. يلا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقة تحضير الديالة. صراحة كتجي زوينة وكتجي رائعة جدا. هنا عندي الديالة اللي مقطعة، كتباع كنشريها بحال هكا مقطعة. عندي 3 البصلات مشلضين، عندي 4 تومات محكوكين، عندي القزبر والمعدنوس مقبط، عندي معلقه صغيره الكمون، معلقه صغيره الخل، معلقه صغيره الفلفله حمراء اللي هي البابريكا، عندي الخرقوم، سكينجبير، الابزار، الملحه. بالنسبه للخل والكمون كنخليهم هما الاخرين. وعندي كذلك كاس، نص كاس ديال الزيت البلديه الروميه مخلطين. ودابا غادي نبداو على بركه الله. هنا شعلنا العافية على الطنجرة وضفنا ليها الديالة، ودابا كنضيفو البصلة والثومة اللي محكوكة، نضيفو كذلك العطرية وكنضيفو الزيت. بالنسبة للبابريكا حتى هي كنخليوها هي الاخرى، ما كنديروهاش دابا. ودابا كنخليوها حتى تقلى مزيان ونرجع معاكم. كما كتشوفوا هي كتشحر مزيان. ما قلتلكمش لان الدياله راها ديال العجل، كنعتذر على الصوت ديالي شويه رانا عيانه، سمحوا لي. بعد ما كتشحر مزيان كنضيفوا لها الماء وكنسدوا عليها وكنخليوها طيب. بعد ما تشحرت كنضيفوا هذيك القبضه ديال القزبر ومعدنوس وكنضيفوا الماء وكنخليوها طيب، نسدوا عليها ونخليوها حتى طيب. عاد نرجعوا لكم. كتشوفوا هنا الدياله طابت. دابا غادي نضيفوا لها البابريكا اللي هي الفلفله حمراء ونخليوها تقلى شويه. غادي نضيفوا الخل، معلقه الخل، ونضيفوا كذلك الكمون وكنخليوها حتى تقلى. صراحه الرائحه ديالها طالعه ما شاء الله. كما كتشوفوا حنا غادي نصبوا الدياله. انا كنصب في الطاجين، كيعجبني الطاجين. انا الدياله ما كتعجبنيش هذيك الغليظه اللي كتكون كبيره، ما كتجيش لذيذه في الماكله. الطبق ديالنا وجد. شوفوا الصراحه راه كتجي مدغمره مع الكا، كتجي رائعه. انا كيعجبني معها الحامض ملي كتشوفوا. اللي ما بغاش الحامض ما يديروش، المهم انا كيعجبني. نتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وبالصحه والراحه. شكرا لكم جميعا، بارك الله فيكم.